مش عايزه اصعبها عليكم واقول لكم تعالوا نعمل مع بعض اكله اسبانيه تحفه، لكن انا عايزه اقول لكم تعالوا نعمل مع بعض بالمصري كده اكله في حله واحده بدون مواعين كتير وبدون خامات كتير. حقيقي الاكله دي حلوه جدا جدا، وهي يعني النسخه المصريه من النسخه الاسبانيه بقى. فتعالوا نعملها مع بعض بطريقه احترافيه وطعمها فعلا في منتهى اللذاذه. وهقول لك ليه انا بقول عليها اسبانيه، عشان بنضاف لها حمض. فخلينا نشوف مع بعض الفيديو ونوصل لاخر الفيديو كده. انا هنا محتاجه نص صدر بس من الفراخ، نص صدر فرخه. يكون كبير شويه بحيث ان انت تقدري تقطعيه مكعبات حلوه كده حجمها كويس. بعد ما بقطعها مكعبات زي ما انتم شايفين بالشكل ده، بصوا يعني حاولوا تقطعوها احجام كده وسط، مش كبيره قوي ولا رفيعه قوي. يعني التقطيع اللي ما بين الشيش طاووق والتقطيع اللي ما بين الشاورما، زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد كده بشطفها كويس قوي، وبعد كده بقى ببدا ان انا اتبلها: ملح، فلفل اسود، كاري، كاري مبهر علشان يعني ايه ما نضيفش بقى توابل كتير، بابريكا مدخنه ودي مهمه جدا في الوصفه دي. وكمان ضفت رشه بسيطه خالص من الثوم الباودر والبصل الباودر. وده بالنسبة للبهارات اللي انا ضفتها. تعالوا بقى نضيف مع بعض كده الحاجات اللي بتدي مزازة حلوة قوي لطعم الفراخ او الوصفة عموما يعني. انا ضفت الاول كده فصين من القرنفل وفصين من الحبهان وورقتين من اللورة، وده مش تتبيلة، ده بالنسبة لي علشان انا هسوي على طول الفراخ. فده مش بالنسبة لي مش اساسي في الوصفة، انا كده كده يعني يعني ممكن كنت حطيتها في الطاسة على طول. فضفتها هنا يعني يعني عارفين انتوا على طول على طول كده مع بعض. ضفت كمان بقى اللي زي ما قلت لكم اللي بيدي مزازه، عصرة ليمونة كبيرة، يعني مثلا بتاع 3 4 معالق كده من عصير الليمون. بيدي مزازة حلوة قوي قوي للفراخ، وبيودي الطعم في حتة رابعة مش في حتة تانية خالص. وضفت معلقة كده من زيت الزيتون وبس، خلاص هي دي التتبيلة. تعالوا بقى في الحلة او نسوي الحاجات دي كلها في حلة واحدة. حلة كده تكون عندي يعني محترمة كبيرة شوية. ببدأ ان انا احط فيها معلقتين من الزيت، وببدأ ان انا انزل بالفراخ واديها صدمة. صدمة اللي هي تتشوح معايا، مش عايزاها تنزل ميتها خالص. هدي صدمة كده للفراخ على نار عالية زي ما انتم شايفين بالشكل ده. لو انتوا حابين تدوا للفراخ لون، فانتوا هتضيفوا كركم كده، رشة بسيطة من الكركم. الفراخ بتاخد صدمتها بالشكل ده، بنزل بقى بفلفل. لو انت من الناس اللي بتحبي الاكل سبايسي فانت هتضيفي فلفل احمر، بتحبي الاكل بارد فانت هتضيفي فلفل اخضر براحتك بقى، يعني دي حاجه اضافيه بتاعتك انت. ضفت كمان جزر مبشور، وكمان ضفت طماطم معصوره. الطماطم المعصورة دي يعني بالظبط طماطمتين عصراهم كده في الكبة أو ممكن في الخلاط. لو مش عندك طماطم معصورة فانت هتضيفي معلقتين 3 كده من معجون الطماطم. وهنشوح كل ده مع بعض، وبعد كده هننزل بالرز بقى البسمتي اللي احنا غاسلينه كويس قوي. وطبعا معروفة لكل كوباية من الرز البسمتي كوباية ونص من المية، او على حسب برضو نوعية الرز اللي عندك. وضفت كده مكعب من المرقة، اللزوم بس ان نطعم الرز عشان انا مش ضايفة شوربة وبس. خلاص ضفت المية وهظبط الملح بتاعي وهغطي الحلة واسيبها تستوي بقى زي الكبسة، زي الرز البسمتي العادي، يعني براحتها بقى تستوي خالص كده. وبعد كده تعالوا بقى نقدمها مع بعض. هنقدمها ونغرفها عادي جدا، بس برضك عشان ندي طعم مزازة شوية او نأكد على الطعم بتاعنا، فاحنا هنعصر ليمون وهنعصر بقدونس فريش، بقدونس اخضر يعني. عايزه اقول لكم البقدونس مع الرز وانتي بتاكلي كده كل معلقه من الرز، يعني خطير يا جماعه، مش قادره اوصف لكم بيبقى حلو قد ايه. شايفين بقى الجمال؟ بصوا، حلو قوي. اغرفي بقى وحطي كده رشه البقدونس، وكمان عصره الليمونه مع الفراخ، مكعبات الفراخ ومع الرز، يعني خطيره. جربوا الوصفه دي وان شاء الله تعجبكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في رعايه الله، مع الف سلامه.